عملوا هاشتاج يا جماعة الخير عبر منصة تويتر أو منصة إكس، وهي مقاطعة تطبيق تيك توك. يوم احنا رفعناه ننزله مثل ما كان هو نازل. وإنه عدد كبير من مستخدمين التيك توك انتقلوا لهذا التطبيق، واللي كلهم قاعدين يفرحوا فيه، وإنهم طلعوا فلوس دبل مرتين أكثر من تطبيق التيك توك. البثوث 5 أيام، هني في رزق في داعمين. اقطعوا البرنامج أو احضروا البرنامج. معظم الناس المشاهير المتواجدين على منصة تيك توك أو حتى قاعدين يسووا بثوث مباشرة وجهوا جمهورهم فعليا على منصة تويتر أو منصة إكس بمقاطعة هذا التطبيق، ومعظمهم حذفوا التطبيق بسبب القيم والأخلاق التي لا تتبعها منصة تيك توك، وإنه فعليا أي شخص عنده أكاونت فيك حاليا يكتب أي شيء مسيء لدولة معينة قاعدة تدعم القضية الفلسطينية أو أهالينا في غزة ما بنحضر حسابه ويظل موجود وكل شيء تمام، وحتى حسابه ما يصير له أي شيء. ولكن إذا فعليا تكلمت عن القضية أو حتى تكلمت عن أي قيم أو معايير لدولتك أو حتى إنك قاعد تمدح في دولتك ينحذف منشورك، أو حتى يا جماعة الخير ممكن ينحظر حسابك. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد أم قروش. اليوم جيت لكم مقطع جديد. اليوم يا جماعة الخير مقطعنا متلهب وفي أشياء جدا كثيرة، عشان كذا قبل ما نبدأ المقطع جيب مفرحاتك جيب مسلياتك وكل واشرب، ويلا خل نبدأ المقطع ونشوف وش سالفة مقطعنا اليوم. ليش فعليا يا جماعة الخير معظم الناس اللي كانوا قاعدين يستخدموا تطبيق التيك توك قاعدين يحذفوه؟ وإنه فعليا إذا ركزنا في النقطة الأولى اللي راح أذكرها الآن، إنه معظم الناس إذا تكلموا عن القضية الفلسطينية أو أي شيء يتعلق في غزة على طول ينحذف الحساب وعلى طول ينحظر. ولكن إذا أهنت أو شتمت عن طريق تطبيق التيك توك أو حتى إنك كتبت في التعليقات أي شيء مهين ما يصير لك أي شيء سلبي ولا حتى ممكن ينحذف حسابك. عشان كذا يا جماعة الخير معظم الناس اللي كانوا في البثوث المباشرة تكلموا عن السعودية وتكلموا عن أي دولة ثانية وتخص فيها القضية الفلسطينية على طول يتسكروا البث وعلى طول كمان ينحظر. عشان كذا تلاقي بعض مستخدمين التيك توك زعلوا من هذه النتيجة، وفعليا في عنصرية جدا كبيرة، وعدد كبير يا جماعة الخير من المستخدمين عبر تطبيق تيك توك أو حتى اللي كانوا قاعدين يسووا بثوث أو حتى الفنانين اللي كانوا ينزلوا عن طريق تطبيق تيك توك عملوا هاشتاج يا جماعة الخير عبر منصة تويتر أو منصة إكس، وهي مقاطعة تطبيق تيك توك. وإنه فعليا عدد كبير من المستخدمين تفاعلوا بهذا الهاشتاج. ومن المتفاعلين يا جماعة الخير في هذا الهاشتاج وهو دكتور عائض القرني أعلن حذف الحساب في التيك توك تضامنا مع وطن السعودية العظمى، وأدعو لمقاطعة هذا التطبيق ومقاطعة كل من يسيء لبلدنا وقاداتنا وشعبنا السعودي العظيم. الجنسية السعودية هي اللي فعلا رفعت تطبيق التيك توك، واللي هي تعتبر فئة جدا كبيرة من ناحية المشاهدات والترند اللي قاعدة تصير الآن عبر منصة التيك توك. وفي فنانة كويتية اسمها إيمان هنادي وقاطعهم أمه بعد ونحذف الحساب التطبيق كل العيون بلدي الثاني السعودية العظمى. وعندنا يا جماعة الخير اللي اسمها نهى نبيل كتبت بانتظار إصدار بيان توضيحي من مكتب تيك توك الشرق الأوسط لما فيه استياء إخواننا في المملكة العربية السعودية وحتى ذلك الحين في معظم الناس يا جماعة الخير يفكروا إذا فعليا تيك توك عملت بيان أو أصدرت بيان إنه لازم إنه إحنا نحترم القانون وما إلى ذلك، ويرجعوا عدد كبير من الناس اللي كانوا قاعدين يبثوا في التيك توك إنه ممكن كذا يلموا الموضوع إنه خلاص يعني إنه عادي جدا، يعني بنصير بنضبط بعض الأشياء في التطبيق وممكن ثاني مرة نرجع نجيبكم عادي، يعني شيء عادي بالنسبة لكم وبالنسبة لنا. ولكن فعليا يا جماعة الخير إنه اللي أكلها هرب. يعني وش قصدي بالأكلها هرب؟ إنه فعليا إنه التطبيق تيك توك قاعد يسوي أشياء جدا مسيئة من أيام فعليا 2018 و2019، إنه في عدد جدا كبير من المحتوى جدا غير أخلاقي وجدا سيء. فكيف فعليا الآن تلاقي معظم المشاهير اللي حصلوا فلوس ومشاهدات ممكن يرجعوا للتطبيق ممكن يسيء لسمعتهم مهما أصدرت من بيان بالسماح والاعتذار لدولة السعودية بأنهم يعني يقوم بعمل اعتذار معين لدولة السعودية بأنه ما راح نحذف أي حسابات أو حتى أي بثوث مباشرة ممكن تتضمن فيها القضية الفلسطينية. فأنا أقول لكم يا جماعة الخير ما راح يفيد فعليا مستقبلا أيا كانت الفكرة اللي هم فيها، لأنهم فعليا يا جماعة الخير معظم المشاهير ومعظم الناس اللي كانوا قاعدين يبثوا يعني خلاص طنش الموضوع. فكيف ممكن فعليا تبرر وتقول إنه والله أنا آسف يا السعوديين أتمنى إنكم ترجعوا للتطبيق؟ مستحيل إنهم كذا يمشوا على ويغروا كذا يلا خلاص يلا خلينا نرجع. واللي غلط على السعودية غلط علينا كلنا. فعليا يا جماعة الخير إنه معظم الناس اللي قاعدين يغلطوا فعليا على فئة السعوديين قاعدين تغلط كذا على عدد كبير هو اللي فعليا قاعد ينجحك في هذا التطبيق. إذا لك دخل هني في رزق في داعمين، بدون مشاكل، بدون تسوي شرشرة، بدون ترندات. تعال العب جولات والله
قلبهم ذهب. زي ما انتم شفتوا يا جماعة الخير في هذا الإعلان، وهو إعلان اسمه جاكو، وهو نفس تطبيق تيك توك ولكنه خاص للبثوث. يعني فعليا الفئة الكبيرة اللي كانت قاعدة تبث في بثوث التيك توك حولوا لهذا التطبيق اللي اسمه جاكو، وهو تطبيق سعودي من أيادي سعودية وأيضا تضامنات وسياسات سعودية، يعني ما تقدر تغلط أبدا على الدولة السعودية. وإنه عدد كبير من مستخدمين التيك توك انتقلوا لهذا التطبيق، واللي كلهم قاعدين يفرحوا فيه، وإنهم طلعوا فلوس دبل مرتين أكثر من تطبيق التيك توك. يعني فعليا أي شخص بيطلع فلوس بطريقة أسرع يروح جاكو، وهو تطبيق عربي وكل الناس قاعدين يستخدموه. فمهما إنك فكرت ودورت إنك ترجع تطبيق التيك توك، راح تكون زي الشخص اللي يروح مطاعم معك وكل الناس قاعدين يصوروك، لأنك فعليا أنت مو مقاطع زيهم. فكيف وجهك وانت تروح تطبيق تيك توك فعليا هو قاعد يسيء لدول السعوديه وقاعدين يسيء لاي دوله عربيه ممكن تدعم القضيه الفلسطينيه. فتخيل انه ممكن تنحظر، وممكن كمان يصير عليك كلام، وممكن كمان يطلع عليك هاشتاج على منصه اس. وفي شخصيا يا جماعه الخير شخص مشهور كان يبث في تطبيق تيك توك، واللي فعليا فتح حساب على تطبيق جاكو وصور الارباح اللي طلعها من هذا التطبيق. البثوث 5 أيام شفتوا؟ فشفتوا يا جماعة الخير انه ارباحه طلعت تقريبا بحدود 5000 ريال، يعني انه بخلال يومين يقدر يطلع بحدود 10,000 ولا 12,000 عن تطبيق تيك توك. وكمان يا جماعة الخير قعيد وناس كثير من المشاهير تكلم برضه عن تطبيق جاكو. يلا خلينا نشوف. تكثر الكلام والسب والشتم ضد دولتي، والله لا اسحب من هالبرنامج وننزله. يوم احنا رفعناه ننزله مثل ما كان هو نازل، ونروح الجاكو برنامج سعودي. يعني ما شاء الله يا جماعة الخير اخونا قاعدين يتكلموا انه فعليا عدد كبير من السعوديين هم اللي كانوا فعليا قاعدين يرفعوا تطبيق التيك توك. فتخيل انه عدد كبير من الجمهور الخاص فيك ينسحب ويروح على تطبيق ثاني ويعاديك، وكمان ممكن ينزل سمعتك اكثر ما هي منزله. يعني بعد يومين واعتز اذا ما غيروا سياساتهم في تطوير هذا التطبيق، لانه قاعدين يحاولون يشوفون صوره السعوديه. السعوديه خط احمر اكيد. انا خلاص انا سالم من جاكو يا الربع. ففعليا يا جماعة الخير معظم الناس زي ما سوى هذا الشخص كل الناس الآن يروح يسوي اللي فعليا يحذف التطبيق وما يرجع ينزلوه، وإذا فعليا يروح عندهم على الاب ستور أو على جوجل بلاي تنزلوا تقييمه عن طريق التطبيقات المتواجدة في أي تليفون قاعدين تحملوه الآن أو قاعدين تشوفوني فيه. فبس يا جماعة الخير هنا وصلنا نهاية المقطع. إذا عجبك المقطع لا تنسى تسوي سبسكرايب ولايك، وطبعا لا تنسى إنك تتابعني على كل منصات التواصل الاجتماعي. عجبكم مقطع ثاني حريقي مرة ثانية. السلام عليكم، أنا أحمد أم قروش. سلام.